طب من جامعات ديت ازاي انا اقدر اقدم لبنتي؟ طب سؤال حلو يعني اصلا. في شروط يعني، بس انا لقيتها يعني في الاونلاين. بعض الشروط ديت هقول لكم يعني. اولا لازم تبقى عندك باسبور، لازم تبقى عندك صورة، احدث صورة يعني ليك انت. بعدين عندك شهادة تقدير، ويكون مثلا تترجمها للاندونيسي. بعدين عندك فيزا للطلاب، يعني فيزا للطلاب. بعدين عندك إذن من وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم الإندونيسي. وزارة التربية والتعليم الإندونيسية. بعدين ملكي صورة كتير مثلا عندك شهادة إنك في الصحة من بلدك يعني، توثيق. بعدين تبقى عندك ملف الشخص اللي عندك يعني سي في. بعدين تبقى عندك آه يعني اثبات دفع، يعني اثبات دفع لما انت سجلت للجامعة ديت. ف دي شروط العادية ولا شروط العامة الموجودة. بعدين في شروط خاص، ثواني. آه يعني لازم تبقى عندك توفل كويس، يعني توفل تيست اوف انجلش، يعني توفل تيست اوف انجلش. بعدين لازم تبقى عندك اه يعني certificate accreditation. انا ما اعرفش اسمها بالعربي، بس انا اكتب بالانجليزي certificate accreditation from the study program that you follow. طب كده والله. يا ريت في فيديو تشتركوا بالاشتراك لو في اسئله تانية اكتبوا في الكومنتس. ويا رمضان مبارك عليكم، كل عام وانتم بالف خير. كل سنه وانتم طيبين، و 10 مبروك اخوتي المغاربه الجزائريين والتوانسه. شريكين بعد ربي يحفظكم كاملين وصافي. تشتركوا بارطاجيو.